في ظني والعلم عند الله لا يمكن أن تسترد الشام وأخص بذلك فلسطين إلا بما استردت به في صدر هذه الأمة بقيادة كقيادة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجرة فتنادي الشجرة يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تحتي فاقتل. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصره، كما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة لماذا انتصرت هذه الأمة وعلى أي أساس؟ على التوحيد، الإخلاص لله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البعد عن سفاسف الأمور، عن الأخلاق الرديئة، عن الفحشاء والمنكر، عن تقليد الأعداء